كيبدا الفيلم ديالنا في المستقبل وكيورينا كيفاش الناس اللي عايشين مزيان ولاو كيقمروا على الناس اللي ما عندهمش الفلوس وحاصقين يدخلوهم في واحد اللعبه سميتها لعبه الشخص المافيا اللي يخسر كيمشي للحساب. هاد اللعبه ولات مشهوره بحال الكره وكلشي ولا تيبغي يتفرج فيها والناس كامله كتفرج وكتشوف عباد الله كيموتوا قدامهم تتبدل فيهم حتى شي حاجه حيت الطريقه اللي تيموتوا بها خياليه والكل كيحلم يشارك فيها. اللي كيربح كيخرج بمليار. في هاد اللعبه هذه كاين 11 واحد، 9 تيكونوا ناس عاديين وجوج هما المافيا اللي مخبيين وسطهم حتى واحد ما عارف شكون هو شكون. الهدف هو ان هذوك 9 دراويش يكتشفوا شكون المافيا ويصوتوا عليه. الا جاوبوا صدق الجواب صحيح مزيان المافيا كتموت ودوك الناس العاديين غيربحوا، ولكن المافيا خاصهم يبلوكيو الدراويش ويشوشوا عليهم باش ما يعيقوش بهم. اول واحد غادي يدخل غيكون هو لوكا، راجل عايش مرتاح وشبعان فلوس ولكن طلع ليه الدم وكره الحياه وحتى عائلته مابقاوش كيقبلوه. الفلوسيه ديالو الا خسر في اللعبه العائله ديالو ما غادي تشوف حتى ريال، واذا ربح غادي يعطيهم كلشي. ثاني سميتو ايلي، دخل حيت مريض بالسرطان عارف ما بقى ليه والو وباغي يخلي العائله ديالو مليار باش يعيشوا مرتاحين. والثالث والرابع مساجين محكومين عليهم بالاعدام وخلاو لهم فرصه يشاركوا في اللعبه، اذا ربحوا يخرجوا ببراءه. خونا ايفن بدا كيهضر قال لهم انا بريء دخل الظلم وانا ماشي من المافيا، تصوتوش عليا الله يجازيكم بخير. والباقي ديال الناس كانوا عاديين. من بعد بداو الشكوك والتصويت الخاطئ حيت اذا صوتوا على شي بريء بزاف كيموت. ماريا غادي تشك في ايفن وصوتات عليه. واحد اخر قال لها حتى انا موافق بحالك. الاخرين بداو يشكوا قالوا كيفاش واش هادو متفقين، وانا صوتوا ضد ماريا. الكرسي تحرك دخلات لواحد الغرفه واحد الكره تما لقات راسها مقابله اكبر فوبيا عندها هو الرعد والبرق. بقات هاربه حتى ولات فوق الجبل وتحت البحر وهي تنقز، ولكن قبل ما توصل للبحر البرق ضربها وغبرات. رجعوا اللعبه وغادي نعرفوا باللي ماريا كانت بريئه. والتصويت الثاني مشى للسجين الاخر، دخل حتى هو الكره لقى جوج كيهاجموه ضربهم وقتلهم، ولكن كيرجعوا واخا كيقتلهم. ولكن فاش تصور راه نجا بقى راجع اللور وتعكل وطاح على سيف ودخلوا من ظهره ومات. بين باللي حتى هو كان بريء. وهنا مول اللعبه قال لهم راه من تدخل لديك الكره ما يمكنش تخرج منها حيت واخا تكون بريء. جاو يصوتوا على واحد ثالث وهذا المشيطه بغى يبان عليهم قال لهم انا كنعرف نقرا المستقبل وعارف شكون المافيا. فيقوه هو يصوت على واحد وهنا تبعوه حيت امنوا به انه غادي يكون كيقول الصح. دخل وتبين انه داك السيد حتى هو بريء، والطريقه اللي مات بها هي انه لقى راسو وسط البحر فلوكه متقوبه وتيدوروا عليه القروش وقتلوه مسكين. وهنا صوتوا على هذا الرابع دخل لقى راسو حرب بقى مقاتل سلالي القرطاس مات عن طريق الجنود اللي كانوا ضدهم في واحد الحرب. وهنا غاديين يتقبوا الجسم ديالو كامل بالقرطاس حتى هو ماشي من المافيا. الباقي بداو كيشكوا في راسهم وقالوا صافي نقمروا حسن حيت كاع ما كنجيبوها صحيحه. وحده حكات لهم القصه ديالها وقالت لهم كانت مدمنه ديال الشراب، خرجت على حياتها وظلمت شخص بريء اللي هو ايفن وصدق تحكم عليه بالاعدام. تما عرفنا باللي ايفن هو السجين المظلوم. هنا غادي تقول لهم صوتوا عليا حيت انا كاع ما نستحق الحياه، وهي تدخل الكره. وهنا حتى هي غادي تموت بالفوبيا اللي تتخاف منها، وكانت هي ركوب الطياره. وكانت قالت المضيفه انهم غادي يضربهم عاصفه وطمناتها انه ما غادي يوقع عليهم والو. ومع سالت هضرتها وقعت الواقعه وتشتوا كاملين وودعات الحياه. باقا المافيا ما طاحوش عليها. جا الدور تاع التصويت جديد ولكن كاع متفاهموش، شي باغي يصوت على هذا شي على الاخر وشي على ايفن. تصوتوا على اللي فات في الاخير تعادلوا. وهنا واحد خونا صوت على راسو تصدموا تبين باللي هو كان من المافيا والفوبيا ديالو هي انه يكبر في العمر. بدا كيشوف راسو كيشرف حتى مات. ورجعوا اللعبه الاوامر قالت لهم صوتوا على واحد ماشي من المافيا. والحراميين اختاروا ايفان وهو بريء قال لهم ماشي مشكل، المهم انكم عرفتوني انني بريء والوالده ديالي حتى هي تعرف انني بريء وما قتلت حتى شي واحد. ودابا الا جات الموت مرحبا بها. وماما كانت تتفرج فيه وصافي قتلوه مسكين بالاعدام اللي كان نيت غادي يتعدم به. وباش كان كيتعدم بدا يتخيل راسو مع الام تاعو وهو وياها في البحر وكاع ما حس بالالم ديال الموت. بقاو ربعه واحد منهم هو المافيا بداو كيشكوا جوج فيهم كانوا كيعرفوا بعضياتهم وما قالوهاش وباين انهم كيبغيو بعضياتهم. جا الوقت ديال التصويت ما صوتوا على حتى واحد. اللعبه دارت قرعه طاحت على خوتنا اللي تيبغيها خونا. الكرسي ديالها بدا تيطلع ولكن حب قلبها شبت بيها وشد في الكرسي. دخلوا بجوج الغرفه الكرويه وهاد الحركه هي اول مره توقع في الكارير تاع هاد اللعبه. لقاو راسهم فوق سطح كامل زاج من تتحرك تتشقق. الراجل جرب باش يعتقها طاحوا بجوجهم فاقوا في الجزيره. وهنايا غادي نتصدموا حيت لقاو راسهم باقيين حيين وشافوا واحد الضو مثلث مشاو لعنده لقاو الفاعي تابعينهم وغادي يهربوا منهم ويشدهم واحد الوحش. صاحبنا صدق رجوله تصدى الوحش بوحده حيت شافها هي خايفه وطلب منها انها تمشي تخبع. بدا كيقلب على نقطه الضعف ولقاها انه كيخاف من الضوء. نقشع واحد المثلث عند الوحش وهذا المثلث غادي يكون عاكس للضوء. وانا غادي ينقز الوحش طلع له من ظهره وطلع حداه ودار انعكاس ديال الضوء على الوحش وغادي يتشوى وغادي تشعل فيه العافيه. كملوا الطريق ما عارفين فين غاديين. لقاو نفسهم قدام صاحب اللعبه قال لهم داكشي اللي درتو ما كان حتى واحد متوقعه، وهذا الوحش حتى حد ما قدر يقتلو شي نهار. هادشي علاش غادي نخليكم تخرجوا حيين. وانتوما اول ما نخرج من الكره حي ومن الفوق جوج ماشي واحد. المافيا كان هو اللي مريض بالسرطان هو اللي ربح الفلوس وربح معاه حتى الشارف، ولكن ربح غير الحياه ماشي الفلوس. المريض مشى لمراتو ولكن ما كانتش فرحانه حيت عارفه غادي يموت والفلوس ما غاديش ترجعو. والشارف
الشارع في جماعه الريكسو وقال لهم ما غاديش نكتب لكم حتى شي حاجه، وتيقولوا هو فرحان. وهنا سال الفيلم ديالنا. واذا عجبك الفيلم دير جيم الفيديو وبارطاجيه وتشترك معنا في القناه، وتهلاو نتلاقاو في فيديو الجاي.